العلاج الهرموني بعد انقطاع الدورة قرار بين الراحة والاحتياج. لما الدورة الشهرية بتنقطع سواء بشكل طبيعي أو مبكر، الجسم بيمر بمرحلة فيها تغيرات كبيرة. الهرمونات اللي كانت بتنظم الإيقاع الشهري والحالة النفسية ونضارة الجلد كلها بتقل، وده بيأثر على جوانب كتير من حياة المرأة. هنا بيظهر خيار طبي: هل تاخد تعويض هرموني، يعني هرمونات صناعية زي الاستروجين والبروجسترون، لتعويض النقص الطبيعي اللي حصل؟ طب ليه بنلجأ له؟ لما الأعراض تبدأ تأثر على جودة الحياة، زي هبات حرارية مزعجة، تقلبات مزاجية قوية، جفاف في المهبل، ضعف في التركيز أو النوم، ضعف العظام، وأحيانا ألم بالمفاصل، فقدان حيوية الجلد والشعر. العلاج الهرموني بيساعد في تقليل الهبات والعرق وتحسين النوم والمزاج، وبيساعد في الحفاظ على كثافة العظام وتقوية الذاكرة والانتباه. كمان تحسين الصحة الجنسية والعاطفية، لكن مش لكل واحدة. لازم فحص دقيق قبل البدء. لو في تاريخ عائلي مع السرطان أو مشاكل في القلب أو الضغط أو الكبد أو معدل السكر، لو في نوع الانقطاع مبكر أم طبيعي، الطبيب بيبدأ يحدد النوع المناسب، سواء أقراص، لصقات، كريمات مهبلية. المدة غالبا بتتراوح من 3 ل 5 سنين حسب الحالة والاستجابة. هل في مخاوف؟ بعض الدراسات ربطت التعويض الهرموني بزيادة بسيطة في خطر بعض الأمراض زي سرطان الثدي أو الجلطات، لكن ده بيختلف من حالة للتانية. المهم هو المتابعة الدقيقة والاختيار الواعي مع الطبيب. في النهاية العلاج الهرموني مش فرض ومش خوف، هو خيار طبي واعي بيتاخد من أجل الراحة بعد فهم الحالة والاحتياجات والمخاطر. وكل امرأة لها خصوصياتها وليها الحق تختار الراحة النفسية والجسدية بالطريقة اللي تناسبها.